قلت لك قبل كده ان اللغه الانجليزيه لغه بتاعت حوارات، وانت برضو ما صدقتش. تابع معايا عشان تعرف انها بتاعت حوارات. عارفين ان كلمه بوك معناها كتاب. النهارده انا جاي اقول لك لا 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 غلط، كلمه بوك مش معناها كتاب. ازاي يا مستر؟ تعال اسمع بس الفيديو ده وانت هتعرف كلمه بوك معناها كتاب ولا معناها غلط. طبعا لو سألتك كلمة بوك معناها ايه هتقولي طبعا معناها كتاب. هقول لك لا، المعلومة دي مش صحيحة. كلمة بوك مش معناها كتاب. طب ليه يا مستر؟ ما احنا متعودين عليها. اصبر بس معايا وانت هتعرف. احنا عندنا كلمة بوك معناها يحجز كفعل عادي، يحجز من ضدا، يحجز تذكرة. زي ما هقول I will book a ticket for the film. لا معناها انا سوف احجز تذكرة للفيلم او سوف احجز تذكرة لمشاهدة الفيلم. يبقى كلمة بوك لوحدها معناها يحجز. طب لو حبيت تقول عليها كتاب لازم تقول عليها a book اللي هي بيجي قبلها أداة نكرة. يعني ممكن أقول I have a book اللي هي معناها أنا أمتلك كتاب. يبقى ده الفرق بين كلمة book وكلمة a book. طيب كلمة fire هتقولي معناها نار أو معناها حريق. هقول لك برضو مش صح، لأن كلمة fire هي فعل عادي معناها يطرد أو معناها يحرق. ممكن نقول if you make noise I will fire you اللي هي معناها لو قمت بعمل أي ضوضاء سوف أطردك. طب إمتى تبقى fire معناها نار أو حريق؟ لو قلت لك a fire. بنيجي نقول there is a fire. there is a fire اللي هي معناها يوجد حريق. لو سألتك كلمة pair يعني ايه هتقولي طبعا معناها دب. هقولك برضو المعلومة دي غلط، لأن كلمة pair معناها يتحمل. يتحمل بقى أعباء، يتحمل شخص، يتحمل نفقات. ممكن نقول I will pair anything for you. I will pair anything for you اللي هي معناها سوف أتحمل أي شيء من أجلك. طيب كلمة pair عشان يبقى معناها دب لازم أقول قبليها a pair اللي هي معناها دب. ممكن نقول I saw a pair in the zoo. I saw a pair in the zoo اللي هي معناها أنا رأيت دب في حديقة الحيوان. طيب تعرف أنت تقول لي إيه الفرق بين كلمة dream وكلمة a dream؟ لو عرفت الحل الصح بتاعها او معناها اكتب في التعليقات، ولو مش عارف الفرق بينهم صلي على النبي في التعليقات وهقول لك ايه الفرق بينهم في التعليقات. طيب لو انت عارف حد مهتم باللغة الانجليزية يا ريت تعمل له شير وتعرفه بالقناة عشان يستفيد منها اكتر. ولو حضرتك مهتم اكتر باللغة الانجليزية واسرار اللغة الانجليزية وعايز تتعمق في اللغة الانجليزية اكيد هيشرفني طبعا وجودك في القناة ومتابعة باقي الفيديوهات. كان معاكم مستر مشهور، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.